هل المريض اللي عمل عملية جراحة قلب مفتوح ينفع ان هو يصوم؟ الإجابة ينفع. بشرط اول حاجه ان احنا ما نكونش لسه عاملين العمليه من شهر او من 3 اسابيع ويجي يقول لي عايز اصوم. لازم يكون الفتره على الاقل مر عليها من 4 ل 6 شهور. تاني حاجه تقييمك في الوضع الحالي، انت عامل ايه؟ هل انت عملت عمليه القلب المفتوح والحمد لله دلوقتي بقى وضعك مستقر وامورنا كويسه، ولا لسه بتعاني وما زالت المشكله لسه قائمه؟ لو احنا دلوقتي وضعنا مستقر بناخد علاجاتنا ملتزمين بالتعليمات اللي الدكتور قال لنا عليها، ما بناخدش علاجات عند الطوارئ على طول، مفيش الام في الصدر، بنعرف ننام كويس، بنعرف نتحرك كويس، يبقى صوم ومفيش مشكله. طب لا، انا دلوقتي عملت عمليه قلب مفتوح ومع ذلك لسه بحس بوجع في صدري، نهجان زي ما هو، رجلي مورمه، بمشي خطوتين ما بقدرش اخد نفسي، بنام على 3 مخدات، بفضل طول الليل سهران نفسي مش مرتاح. ففي الحاله دي لا، انت ما ينفعش تصوم، تراجع الدكتور لحد ما الوضع يستقر. طب ناكل ازاي ونشرب ازاي؟ اول حاجه معلومات على طول بنبلغ بيها مريض القلب. حضرتك سيدي الفاضل ما ينفعش ان انت تاكل وجبه كبيره مره واحده، ده حمل على قلبك مش مستحمل اساسا ولسه عاملين عمليه. فما ينفعش ان انت تيجي مره واحده تروح جاي حاطط له وجبه قد كده جوه معدتك اللي صايمه بقالها 12 او 14 ساعه. تاني حاجه نحاول يبقى وجباتنا صغيره ونوزعها على مدار اليوم. ومن ضمن العادات السيئه اللي بنشوفها كتير جدا ان نلاقي طول ما احنا ماشيين في الشوارع في نهار رمضان نلاقي بيبيعوا مخلل، وتبقى كانها عاده رمضان ما ينفعش من غير مخلل. لا، بلاش مخلل خالص، كميه ملح مهوله، ودي كفيله ان هي تورمك وتخلي نفسك مش مرتاح. لو التزمنا بالتعليمات اللي احنا قلنا عليها يبقى كده ان احنا ينفع ان احنا نصوم.